كيف أخطط لحياتي؟ لابد يكون عندي 3 أشياء. الشيء الأول أن ترى الأمور كما هي عليه. قيم واقعك الحقيقي، قيم واقعك أن ترى الأمور كما هي عليه. بعد كذا ضع الرؤية أن ترى الأمور أفضل مما هي عليه. النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق لما واجهتهم الصخرة أخذ الفأس ونزل وضرب الصخرة، الله أكبر، فتحت الروم، الله أكبر، فتحت الفرس، الله أكبر، فتحت اليمن. أكبر ممالك الدنيا على الإطلاق في ذلك الوقت. الصحابة يقولون ما كان أحدنا يستطيع أن يقضي بوله من شدة الخوف. أن ترى الأمور أفضل مما هي عليه. واحد يقول يا أخي هذا النبي عليه الصلاة والسلام عنده وحي من السماء، تبي تقول لنا إحنا زي النبي؟ طيب تشبه فيه، ما هو قدوة. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ما هو لازم أسير على خطه. ومع ذلك الصحابة كذلك مشوا ورسموا الخطة، ومن بعدهم رسم الخطة. فلا تتعذر بالظروف تقول والله إحنا ما إحنا زيهم، إحنا ما إحنا مثلهم، عشان أشوف الأمور أحسن مما هي عليه. زوجة فرعون كانت عند أكبر طاغية واختارت الإيمان، قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. وزوجة نوح كانت عند أكبر داعية اختارت الكفر. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. هذه مثل للكفر وهي عند أكبر داعية، وهذه مثل للإيمان وهي عند أكبر طاغية. الظروف ما تحدك، أنت تستطيع أن ترى الأمور أفضل مما هي عليه، هذا شغلك. فأن ترى الأمور أفضل مما هي عليه، الرؤية. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة الحسم، الخطوات التي توصلك من الواقع اللي قيمته إلى الرؤية التي رأيتها أنت، فين تبغى تروح. فلا بد يكون عندي خطوات، عندي حسم، عندي عمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. لازم يكون في شغل. لذلك علشان أحدد هذه الثلاثة أسأل 3 أسئلة. ماذا أريد؟ يعطيك أهدافك. لماذا أريد؟ يعطيك دوافعك. كيف أصل إلى ما أريد؟ يعطيك الخطوات اللي توصلك من المكان اللي أنت فيه للمكان اللي تبغى تروح. طيب هذه ال3 الأسئلة وهذه ال3 الخطوات أحطها ليش؟ أضعها للأمور التي لا يستطيع أن يقوم بها إلا أنا. في أشياء ما أقدر أفوضها. هل أنا أقدر أقول لك خذ جسمي صلي لي 2 ركعتين ورجعني؟ خذ عقلي علمني ورجعني، يوديني النادي مرني ورجعني، خذ نفسيتي بالله عدلها ورجعني، عدل لي علاقاتي مع الأسرة، عدل لي علاقاتي مع المجتمع، عدل لي وضعي في المهنة. هذه لا تقبل التفويض. فهي هذه الجوانب اللي لابد أن أضع لها هذه ال3 الخطوات وهذه ال3 الأسئلة. في علاقتك مع الله أنت فين وفين تبغى تروح، وإيش هي الخطوات اللي توصلك من المكان اللي أنت فيه للمكان اللي تبغى تروح. في علاقتك بعقلك أنت فين وفين تبغى تروح. في علاقتك في جسمك، صحتك ولياقتك. في علاقتك النفسية. هي 3 مشاعر يقولونها دائما، يقول حزن وقلق واكتئاب. الحزين دائما يفكر في اللي راح، والقلق خايف من اللي جاي، والمكتئب ما هو راضي باللي هو عايشه. عشان كذا في كتاب اسمه قوة الآن. أفضل وقت إني أعمل وأشتغل وأغير الآن. خليك اللي يقول بداية الأسبوع، يوم السبت، ولك الساعة التي أنت فيها. فالنفس، علاقتك مع أسرتك أنت لازم تقوم عليها. فين أنت وفين تبغى تروح وإيش الخطوات. لذلك من أجمل الأشياء النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اجلس مع أخوانك، مع والدينك، مع أهلك، مع زوجتك، مع أبنائك، اسألهم كم تقيمون علاقتي معكم كأب، كأخ، كزوج، كابن. كم تعطوني من 10؟ يقول لك والله نعطيك 8. مو هذا المهم، كيف أوصل لل10؟ نبغاك تكون معانا، أنت ممكن تكون في المكان الفلاني، نبغاك تكون معانا. فتحصل عندهم أسباب، عندهم أشياء. فعلاقتك بأسرتك، علاقتك بمجتمعك، علاقتك بمهنتك، هل أنت في المكان الصحيح؟ علاقتك بالمال الصادر والوارد، قد إيش بتستلم، قد إيش بتصرف. لذلك يقولون أول خدمة تقدمها للفقراء ألا تكون واحدا منهم. أول حاجة تطلع من الموضوع. وعندنا إشكالية اللي هي دائما ربط الغنى بالخير. نشوف من هذا الموضوع إنه 6 من 10 المبشرين بالجنة كانوا من أغنياء الصحابة. لكن هو المال عصب الحياة. وتحبون المال حبا جم، هذه فطرة فطر الله الناس عليها. إنه اللي يكره المال هذا في مشكلة. لازم نشوف، لا إحنا كلنا نحب المال، لكن هو المال لا يكون في القلب، إنما هو يكون في اليد.